اول ما بتدخل في الغسالة عشان تصلحها ما بتعرفش تخرج تاني وبتتزني فيها، وحماتها بتقول دي فرصتها عشان اخلي ابني يطلقك، وبتجيب السباك وبتقول مش عارفه تطلع، والسباك بيدخل وبيحاول يطلعها، وبتستغل الفرصه وبتصورهم وهو بيحاول يطلعها عشان توري ابنها الفيديو ويطلقها، وبتتصل بابنها وبتقول له تعالى بسرعه في مصيبه، وبعد شويه بيجي ابنها وبيقول في ايه، وبتوري له الفيديو وبتقول له صدقت دلوقتي انها مش كويسه، وبتصدم من اللي شايفه، واول ما بتيجي بتحاول تهزر معاه بس بيوقفها، وبيوريها الفيديو بيقول لها يعني انت بتخونيني، وبتحاول تقول له على اللي حصل بس ما برضاش يسمع منها حاجه، وبيقول لها اطلعي بره بيته ومش عايز اشوف وشك تاني، وحماتها بتقول لها ده حتى عمره ما حرمك من حاجه، وبتتضايق وبتمشي، وبيقعد وبيكون زعلان قوي، وامه بتقول له ما تزعلش نفسك انا هجيب لك اللي احسن منها، وبيروح الاوضه وبيفضل يعيط عليها عشان كان بيحبها قوي، وبعد ما بيروح اوضته بيشوف المصيبه الكبيره، وبتشوف ان في حد عمل هو ومراته سحر عشان يفرقهم عن بعض، وبيعرف ان امه اكيد هي اللي عملت كده عشان تفرقهم عن بعض، وبينزل لامه وبيقول انا عايزك تجيب لي عروسه تانيه، وامه بتفرح عشان خطتها نجحت، وبتروح بقى تعمل سحر تاني عشان تتخلص من ابنه عشان يبقى ما فيش اي صله بينه وبين مراته القديمه، وبعد ما بتعمل السحر بتروح على مكان ابنها وبتشرب الماده السحريه دي وبتخليها تتحول لافعى، وبتروح لحفيدها وبتلدعه، وامه بتسمع ان ابنها بيصرخ جامد، وبتاخد ابنها وبتشوف ان في افعى على الارض وبتستخبى على جنب، والافعى بتغير شكلها وبتتكلم بقى بصوتها، وبتقول لها لو جيتي جنب ابني تاني هخلص عليك انت المره الجايه، وابنها بيوصل في الوقت المناسب وبيسمع صوت امه في الافعى، وبيقول لها لو قربتي منهم انا مش ابنك ولا عايز اعرفك تاني،